نظام بيفرق بيننا وكسرنا لقوة، والسنة ونص اللي فاتت زادت هذه الفرقة. عاوزين نبقى ايد واحدة، عاوزين نرجع نبني بلدنا كلنا مع بعض. وانا قلت تحديدا رسالة موجهة لل 12 مليون ولو اكتر من 12 مليون اللي صوتوا للفريق احمد شفيق. احنا كلنا مصريين، تعالوا ننسى اللي فات ونحط ايدينا في ايدين بعض ونبني مصر سوا ونتسامح نتغافر نتراحم. قلت للرئيس لازم يقود هذا الشعب، وهذا الشعب العظيم محتاج قائد، فلا بد ان يكون قائد يبني العزة والمجد لهذا الوطن. احنا مش عاوزين فرعون تاني، خلاص عاوزين واحد مننا. كيف لا نصنع فرعونا جديدا؟ فاستخف قومه فأطاعوه. احنا مش هنطيع رئيس الجمهورية الا اذا كان على حق وفي طاعة الله وفي مصلحة هذا البلد. واذا عصى رئيس الجمهورية الله عز وجل او افسد في هذا البلد مش هنطيعه وهنعصاه. لكن احنا محتاجين ما نحاسبوش بالقطعة، محتاجين نصبر عليه شوية وبعد كده نبدأ نحاسبه. اصبر عليه سنتين 3 سنين، اصبر عليه وبعد كده احاسبه. والحساب بتاعي مش ان انا هخلعه، الحساب بتاعي مش انا شخصيا يعني، بتاع الشعب، ان انا مش هنتخبه تاني، لا هو ولا حزبه ولا طياره. احنا عاوزين رئيس يبني هذا الوطن ونشعر بهذا البناء. حضرتك النهارده طالبت الدكتور مرسي بان يعني يقسم اليمين الدستوريه هنا، يعني هل هذا طلب ملح تراه ضروره ام يعني هو رغبه من حضرتك او من الجموع المتواجده يعني في الميدان؟ لا، هي ان هو يقسم اليمين في الميدان ما هياش رغبه مني، من انا يعني حتى احقق رغبات. هي ضروره ام رغبه؟ هي ضروره في هذا الميدان ورمزيه ضخمه في هذا الميدان الذي جاء بهذا العهد الجديد الذي صنعت فيه هذه الثورة. أن يقسم اليمين هنا في الميدان ما دام مش راضين يخلوه يقسم في البرلمان. والرمزية الأخرى أنه لو أقسم في المحكمة الدستورية فهو قد يعني خيب ظن هؤلاء الشباب جميعا اللي احنا قاعدين بقالنا 10 أيام عشان رفض للإعلان الدستوري. القسم بأي حال من الأحوال سواء هنا او في البعض يا دكتور يراه يعني اجراء يعني رمزي او شكلي. يعني ما انا بقول لحضرتك القسم سواء هنا او في الدستوريه او في البرلمان هو اجراء شكلي ما يعنيش، لا يعني لنا شيء، لكن احنا عاوزين نشعر بهذه الرمزيه، نشعر بان هذا الرجل جاء من هذا الميدان وان هذا الميدان يقف في ظهر هذا الرجل. وعاوزين ندي رساله للمجلس العسكري، مش هنسيبكم تستفردوا بالرئيس، مش هنسيبكم تستفردوا بيه، مع كامل الاحترام والتقدير للمجلس العسكري. ضباط يحموا حدود مصر، لهم وظيفة محددة، السياسة مش وظيفتهم. هي دي الرمزية اللي احنا عموما في نهاية الحديث بنشكر الدكتور صفوت حجازي الأمين العام لمجلس أمناء الثورة، والذي حدثنا عن المطالب التي يرددها الميدان وكذلك المطالب من الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب. يعني بقي لي أن أقول أن يعني المنصة سوف يتسلمها الحرس الجمهوري في الساعة 4 لتأمينها استعدادا